بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وهنا. ام مسلم جايت لكم في الله بتحبكم. عاملة احلى جلاش بكريمة عسل، اللي هي القشطة الكدابة. حاجة كده فاخر من الاخر، مقرمش من بره، طري وجميل جدا جدا وهش من جوه. زي ما انتم شايفين كده، حاجة كده سكر سهلة بسيطة، مفيهاش اي افتكاسات. هتعجبكم جدا جدا جدا. طبعا اتمنى تجربوها، بس قبل ما نتكلم في مقاديرها حطوا اللايك، عشان اللايك بيرفع الفيديو. عشان انتوا عارفين الفيديوهات عندي الحمد لله على يجيبوا ربنا. حاجه كده سكر يا ولاد، واقتصاديه وعلى قد الايد. بدل ما تبعتي تجيبي الكيلو بالشيء الفلاني، عملت الصينيه بجد وزنتها لقيتها كيلو ونص بعد ما قطعتها. صحتين وهنا على حبايبي وعليا انا. هنسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف ام مسلم عملتها ازاي. اول حاجه عندي لفه جلاش زي الفل زي الفل. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. الشربات انا بعمله كده، بجيب ما بجيب التومين يعني، اخد كيلو سكر زي الفل، ومعصر عليه عصره ليمون، واحط ميه نص السكر ميه، واقوم مولعه عليه من غير تقليب خالص. ياخد ويدي بشكل ودي 10 دقايق ولا 8 دقايق، يبقى زي الفل. بقى الجلاش والكنافه السيرب بتاعهم، معلش عشان انا هيست، بيبقى يعني تقيل سيكه كده. هنا ما شاء الله اللهم بارك، حطيت مج لبن. عندك ازيد حطي، مش هيقول لك لا. وهنا عندك المعلقه كاستر حطيتها، لو ما عنديش ممكن الاستغناء عنها. زي الفل زي الفل. وحطيت معلقه نشا ومعلقه دقيق. دقيق يا مسلم، دقيق جميل جدا، مش عايزاه براحتك خالص. وحطيت معلقتين سكر وورقه فانيليا. كل ده على البارد، كل ده على البارد، يتقلب تقليب تمام لحد ما كله ما شاء الله يبقى سايل خالص، ما فيهوش اي كلكعه يعني او حاجه. هنا بقى ما شاء الله ولعت عليه على النار، المقطع ده اتقطع معلش سامحوني بقى. ورحت ايه عملت زي ما انتم شايفين كده، وهسيبه يبرد لحد ما احضر حاجه باقي الجلاش. هنا صفيه في بوله صيني كده، عشان لزوم البرستيج يعني، وانا برص يبقى شكلها شيك كده وجميله. هنا هفضي في الحله كله طبعا، لان دي كلها حاجات خساره ان انت ترميها. صلوا على الحبيب، القلب به يطيب يا ولاد. لما تعملي صينيه جلاش في البيت، اوفر واحلى وانضف من البيت من بره، من الشارع. جميله جدا، وكفايه ان هي موفره وعلى قد الايد. حاجه كده سكر. لفه الجلاش يا ولاد انا فوجئت لما فتحتها. بصوا، كانت ما شاء الله بتملى الصاج طول. دلوقتي لازم اكمل جنبها، مش عارفه ايه اللي حصل ده. يعني خلاص احنا مش مفيش داعي ان احنا ايه نقول ايه اللي حصل وايه اللي ما حصلش. قدر الله وما شاء فعل. ولسه هنا حبايب قلبي حطيت سمنه، وعملتها بالفرشه كده في جميع انحاء الصاج. وطبعا لما يكون مربع صينيه او صاج احلى بكتير من المدور. مدور لازم هتكفي الصينيه وتحردي، عشان الورقه منك ما تطلعش كبيره ولا صغيره. هنا ما شاء الله اللهم بارك. بصوا، بحط كده وبخلي الجناب واقفه عشان الكريمه ما تطلعش على الجلاش من بره وتحرقه كده واحنا بنقطع. هنا طبعا لازم اكمل نوع الصاج. شفتوا ناقص ازاي؟ بتني ورقه كده 4/4 ومحطاها، واما اجي احط الورقه اللي بعدها بعمل عكس. طبعا كل ورقتين برش رشه سمنه. طبعا السمنه غاليه يا ولاد وانا مش عايزه اهدر، لازم اعمل الصاج اقتصادي وعلى قد الايد من كل حاجه. ده ما شاء الله زي ما انتم شايفين. هبدل بقى الكميه اللي هحطها في الجنب التاني، اللي احنا بنزودها دي احطها في جنب عكس جنب، جنب عكس جنب. ما شاء الله اللهم بارك. زي ما انتم شايفين كده، طبعا الكريمه بتبرد، تحطها السخنه عشان ما تبوظش منك الجلاش. وارش رشه سمنه وارجع ارص بقى اللي انا عايزاه تاني. طبعا هاخد نص لفه الجلاش. لفه الجلاش دي يا ولاد ب 15 جنيه. وطبعا كوبايه اللبن، زي ما اعرفش بقى يعني، تجيبي ربع كيلو لبن بسبعة ونص، هو الكيلو ب30، ما اعرفش انتوا عندكم بكام. وطبعا مع معلقتين النشا ومعلقتين دي، كل حاجه عندك في البيت عندي وعندكم الخير. فبتبقى ما شاء الله اللهم بارك وفر ليكم انتوا. حتى لو كلفتيها 30 جنيه انت كسبانه، 40 جنيه انت كسبانه. عملت كيلو ونص ولا كيلو وربع، حاجه حلوه ماشي. جلاش بسبوسه اللي انت عايزاه ب 30 جنيه، ب 40 جنيه، مش أقل، مش حق نص كيلو. واسمك ما شاء الله اكلتي، اطفالك كلوا، جوزك هيفطر الصبح هيشرب الشاي. يعني حاجات بتستر البيت جميله جدا. انا بطبعي بحب الحلويات والمعجنات عندي على طول في البيت. اي حد يجي اقدم
تبقى ساتره البيت كده وما شاء الله كلها خير. اليوم اللي ما باعملش فيه حاجه حلوه يا ولاد باجيب بسكوت او باجيب حاجات من الفرن باكتر من 30 جنيه. خساره فيا خساره عليا. يبقى اعمل صينيه الجلاش هتحلي بق الجميع وهتدي لجيرانك وحبايبك وهتبقى هيصه. هنا زي ما انتم شايفين كده حطيت الكريمه فردتها في انحاء الصاج كله واقوم رصه باقي الجلاش. طبعا نص اللفه بالظبط يا ولاد بناخدها. قبل ما تيجي تعملي الحاجه احسبي حساباتك، شوفي في مقدرتك ولا لا، وباذن الله هتبقى في مقدرتك وهتظبطي دنيتك عشان عيالك ودنيتك وكله يبقى ما شاء الله اللهم بارك الخير كله عندك. بص يا حبيب قلبي كده رص الجلاش ورقه ورقه، واحنا بنرص الورقه هنسمي الله ونصلي على الرسول، وتفضلي بقى وانت بتعملي حاجتك تقول ايه اللهم بارك في اولادي، اللهم يسر امورهم، اللهم اصلح حالهم، ابعد عنهم كل شر، اولادك واولاد المؤمنين جميعا. وادعي لجوزك بصلاح الحال ويوسع رزقه ربنا ويبارك في عمره ويبعد عنكم كل شر. طول ما انت بتعملي حاجتك ادعي لاولادك ولجوزك ولنفسك ولامه محمد، ربنا يبارك فيهم اجمعين يا رب. طبعا لو عندك ورقه مقطعه بتبقي فارزه اللفه بتحطيها في وسط الصاج عشان لما تيجي تبقى كده تقطعي تبقى مسويه معاكي. بس انا بعمل لها عمليه ترقيع مش اشكال. انا ما شاء الله اللهم بارك مش هحط سمنه بقى لما اعمل ايه، اما اقطعها واقوم رشه رشه سمنه وانا كده كده مولعه الفرن على درجه حراره 180 واحطها على الشبكه الفرن الاوسط يعني الرف الاوسط. لما تلاقيها استوت ولقيتي النار من تحت عاليه عندك ولعي الشوايه 3 دقايق الوش هيحمر هيبقى زي الفل. بس ما تطوليش عليها في السوا عشان الكريمه ما تنشفش. هنا بقطعها عايزه مربعات عايزه مثلثات براحتك، انت ست الستات بتعملي احسن من اي حد. احنا بندي الفكره وطبعا كل واحده تعمل بطريقتها. هنا ما شاء الله اللهم بارك زي ما انتم شايفين كده حاجه كده فخر من الاخر. تسلم ايديكي وعينيكي يا ام مسلم. حطوا اللايك يا حبايبي، واللي نسي يعمل اشتراك في القناه فضلا وليس امرا يفتكر ويحط الاشتراك لام مسلم عشان قناتي هتكبر بوجودكم معايا. هنا خلصت تقطيع وارش السمنه كده وزع السمنه، والسمنه بقى من فوق بتخلي الجلاش ده صح زي البقلاوه هاشش كده وجميل وحاجه كده زي الفل. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اهم حاجه ندخل على فرن سخن والشربات يكون بارد يا وليه. لو طلعتيها وهي سخنه وحطيتي الشربات سخن هتبقى زي العجين منك. تمام كده، يا هي سخنه يا الشربات سخن حاجه براحتك. بصوا انا ما شاء الله اللهم بارك طلعتها الابيض ده مش ني. الجلاش طبعا الكريمه مطرح ما قطعت الكريمه ظاهره. هنا وزع الشربات بقى، وزي ما انتوا قلتوا انا ايه يعني كل واحد بيحب السكر بطريقته هو، عايزه معسله عايزه اقل شويه. يعني في ناس بتعمل الكريمه من غير سكر خالص، لا انا بحب اديها معلقتين سكر تطعم معايا الكريمه ما تبقاش مسخه يعني. اصل الكريمه سكرها ملوش دعوه بسكر الشربات الخارجي. هنا ما شاء الله وزعت الشربات زي الفل زي الفل. حد يقول بقى يكتب في التعليقات تسلم ايديكي وعينيكي يا ام اسلام، وانا اقول لكم ربنا يبارك فيكم في اولادكم في صحتكم وعافيتكم ويبارك في كل حياتكم ويجعلها كلها خير وسعاده وهم. هنا ما شاء الله وزعت الشربات كده زي الفل زي الفل. طبعا احنا لو غطيناها هتطرى منك ما تغطيهاش، هو الشربات هيقوم بالواجب